الروايات والقصص بنشوفها بكل مكان، بالتاريخ، بالكتب السماوية وبالأفلام. الإنسان بطبيعته فضولي وبحب القصص، ولذلك رواية القصص هي أفضل أداة لازم نستخدمها حتى نوصل فكرة أو مشاعر أو رسالة معينة. وتحرير الفيديو هي واحدة من أهم أدوات السرد القصصي اللي ممكن توصلنا القصة بطريقة جميلة وجذابة. هذا الفيديو مراجعة لدورة أساسيات المونتاج من أكاديمية الإعلام الجديد. أنا محمد لباد، وبسم الله نبدأ. راح نراجع اليوم افضل 10 ميزات في كاب كات، والان راح نتكلم عن الميزه الاولى واللي هي الاوفرلي. باختصار اللي هي كيف نحط فيديوهين فوق بعض. مثل ما انتم شايفين عندنا الفيديوهين على التايم لاين، اذا ضغطنا على الفيديو اللي نحن بدنا اياه بيطلع لنا مجموعه اوامر. لما نضغط على الاوفرلي مثل ما انتم شايفين صار عندي 2 لايرز فوق بعض، وهيك نكون خلصنا اول اداه. والميزه الثانيه اللي هي ريموف باك جراوند او حذف الخلفيه. طبعا بعد ما نضغط على اللاير رقم 2 بنروح على ريموف باك جراوند، راح يطلع لنا 3 خيارات. راح نختار خيار اوتو ريموفل، نضغط عليه وبهالبساطه حذف لنا الباك جراوند. وفينا بعدين نصغر الكاركتر نحطه على اليمين هون. في عدد كبير من صناع المحتوى اللي بيعملوا رياكشن بيستخدموا هاي الطريقه بفيديوهاتهم. خلينا ننتقل للميزه الثالثه اللي هي الكي فريم، وهي واحده من اهم ميزات كاب كات اللي بتخلي الفيديو تبعك اكثر احترافيه. والكي فريم باختصار هي نقاط تحدد بدايه ونهايه اي حركه. مثلا كنت تتحدث عن شيء مهم، فيك تعمل زوم على الفيديو بهاي الطريقه. بعد ما نختار الفيديو بنروح عند الكلمه المهمه، نضغط كي فريم، بعدين بنقرب شوي، بعدين بنعمل زوم، بنعدل الكادر تبعنا. مثل ما انتم شايفين طلعت معنا بهاي الطريقه. ولكن لو بدنا اياها اكثر سموث بنروح عند الجراف هون، نضغط على كاستم ونخليه بداية سريع بعدين بطيء بهاي الطريقة، وهي النتيجة معنا. وخلونا نعطي مثال ثاني. لو كنا بنحكي عن أكاديمية الإعلام الجديد وقررنا ندخل اللوجو أثناء الحكي، نعمل اد، بنضيف اللوجو اللي نحن بدنا إياه، نعمل اد مثل ما انتم شايفين صار عنا هون، نضغط عليه، بعدين بنروح على اوفرلاي، صار عنا بهاي الطريقة. بنصغره شوي، ننزله تحت، بدنا اياه مثلا يطلع هون، بدنا يطلع بهاي الثانية، بعدين نضغط كي فريم، بعدين نرجع لورا ومنطلعه برا الكادر. صارت عنا الحركة بهاي الطريقة، ولكن الحركة كانت بطيئة شوي. بنفوت على كاستم، نعملها تسريع بالبداية، آخر شيء تدخل بطريقة سموث. صارت معنا بهاي الطريقة. الميزة الخامسة هي ميزة قوية جدا، كانت تستخدم بالبرامج الاحترافية فقط. مثلا لو كان عندك فيديو بيعمل زوم، فيك تحط إشارة تكبر وبتصغر مع حركة الكاميرا. خلينا نشوف كيف. لو ضغطنا عليها راح يطلع لنا تراكنج، بنحط انه يعملنا تراكنج على العين مثلا، نعمل له ستارت تراكنج، بتصير تكبر الاليمنت مع حركة الكاميرا كأنه من أصل الفيديو. الميزة السادسة اللي هي الماسك. تعالوا خليني احكي لكم كيف تحطوا شخصيتين بنفس الفيديو. مثل ما انتم شايفين على التايم لاين صورنا فيديوهين بكاميرا ثابتة، نضغط على الفيديو الثاني، نروح على الاوفرلاي، نجيب الفيديو رقم 2 لعند الفيديو رقم 1، نضغط عليه، بعدين بنروح على ماسك. بالماسك بنحط هوريزونتال، بعدين نفتل الماسك بهاي الطريقة ومنخلي حوافه سموث. صار عنا الفيديو مثل ما انتم شايفين. طبعا من الميزات الجميلة اللي موجودة بكاب كات انه بتقدر تعمل ثامبنيل للفيديو. ما عليك الا انه ببداية الفيديو زي ما شايفين هون بالتايم لاين عنا كفر، نضغط عليها وتختار الصورة اللي بتشوفها مناسبة. مثلا خلينا نختار هاي الصورة، نعمل نيكست. دخلنا على قائمة التعديل، فينا نضيف تكست، نحط عنوان بالطريقة اللي نحن بدنا إياها، فينا نضيف لو في عنا صور نقدر نضيفها، وبالتالي نحصل على ثمنيل بطريقة احترافية. الميزة السابعة اللي هي الكاميرا تراكنج، واللي هي فيك تتعقب اليد أو الوجه أو الجسم بطريقة جدا احترافية. تعالوا خلينا نشوف. مثل ما انتم شايفين عنا هذا الفيديو بالتايم لاين، نضغط عليه، بنروح على الكاميرا تراكنج، نحط كاميرا تراكنج، بعدين نختار فيس، بعدين نعمل تراكنج. مثل ما انتم شايفين حاليا كيف ما اتحرك. بعدين بنحط فيت كانفاس، وهذا مثل ما انتم شايفين حاليا كيف ما اتحرك الكاميرا عم تلحقني، فهاي الكاميرا تراكنج.
الميزة الثامنة اللي عندنا اللي هي الاستابلايزر او مانع الاهتزاز. بداية بنختار الفيديو اللي بدنا اياه، مثل ما انتم شايفين عندي هون بعض الاهتزاز، بنضغط عليه وبنروح على أداة ستابلايزر. بعدين بنحط مينيمال كروبينج، مثل ما انتم شايفين عملنا اقتصاص بسيط، بالمقابل عطانا حركة جدا سموث. الميزة التاسعة اللي هي السبيد، وهي الأداة بالعادة بيستخدموها بالإعلانات والفيديوهات الإبداعية. خليني أرجيكم كيف. مثل ما انتم شايفين أن هذا الفيديو في حركة بسيطة وخفيفة، نضغط عليه، نروح على سبيد، نروح على كيرف، بعدين بنروح على فلاش ان. مثل ما انتم شايفين بفلاش ان بدأ سريع بعدين صار بطيء. فينا نعمله بهاي الطريقة حتى يصير معنا أكثر احترافية، وصار عندي الفيديو بهذه الطريقة. والميزة العاشرة والأخيرة اللي هي الريتاتش، وهي الأداة بتساعدك على تنظيف البشرة، تخليها جميلة أثناء الفيديو في حال أنت كنت تعبان. نضغط على الفيديو، نضغط ريتاتش، بنروح عند فيس، بنروح على سموث، بنرفعها، ومثل ما أنتم شايفين البشرة صارت بهذا الجمال. نهاية بحب أشكرك على مشاهدة الفيديو، وراح أكون جدا سعيد إنك تعطيني رأيك بالتعليقات. إن شاء الله بشوفكم بأعلى المراتب. سلام.